عايزه اسال على الترسبات اللي بتحصل على جدار الشريان التاجي، وكنت برضو عايزه اسال ايه هي يعني مثلا لو انا رحت معمل تحاليل، ايه هي التحاليل اللي انا اعملها علشان اطمن على سلامه وصحه القلب والاجراءات الوقائيه يعني. تمام، شكرا اتصالك. ميرسي، شكرا. ميرسي ليكي، شكرا. طبعا الترسبات على الشرايين التاجيه يعني الكلمه دي ايه مش يعني انا عايز اقول لك ان تصلب الشرايين هو ممكن نقول عليه ترسبات، بس هو مش ترسبات، بس ممكن نقول عليه ترسبات. تصلب الشرايين نفسه يعني بيروح اللي هو الكوليسترول هنقول بيترسب في الشرايين هو ماشي. يبقى الترسبات دي ممكن المقصود بيها تصلب الشرايين، وممكن مقصود بيها ساعات كالسيوم، يعني في كالسيوم بيترسب على الشرايين، والاثنين بيؤدوا لكسور في الشرايين التاجي. لو مريض عايز يروح المعمل لوحده ويحلل، طبعا طبقا لسنه وطبقا لشكوته. في حاجه بتفقعني جدا عاوز اقولها. اتفضل. في بعض الناس يعني حد مثلا عنده 30 40 سنه 50 سنه يروح المعمل يطمن على نفسه يعمل انزيمات قلب. ايوه. لا، انزيمات القلب دي حاجه خطر، بتتعملش غير لما اكون شاكك في جلطه في القلب، وما ينفعش تطلع النتيجه بعد يومين. انا عايز انزيمات القلب الدكتور بيطلبها لما يكون شاكك في جلطه، يعني التحليل يطلع في خلال ساعه عشان اخد قرار قسطره من عدمه. لكن انا اروح معمل يطلب لي تحاليل انزيمات قلب ليه؟ يعني المعمل هو اللي بيطلب ولا الشخص؟ في بعض الناس بتلاقي بيروحوا كده المعمل يقولوا انا عايز اطمن. عايزه اطمن، انا حاسس نبضات قلبي سريعه مش عارفه انزيمات القلب تحليل مستشفى. واحد يبقى في مفيش حاجه اسمها انزيمات. هي احنا هقولها لك بالراحه عشان ده مشكله. ايوه. يعني كتير قوي بيجي لي ناس بيطمنوا على نفسهم بانزيمات قلب. انزيمات القلب معناها ان في تكسير في خلايا القلب، فالخلايا لما اتكسرت خرجت انزيمات. حلو. تمام. فدي حاجه خطر. ده طبعا. اكيد ده بتبقى غالبا نتيجه ايه؟ نتيجه غالبا ان الخليه دي حصل فيها باثولوجي اسمه نيكروزيس، الخليه اتكسرت نتيجه نقص الاكسجين اللي راح للخليه، ماتت فاتدمرت. او التهاب زي ما قلت لك المايوكاردايتس. أيوة. ما هو الالتهاب ده بيكسر خلايا طبعا، وفي اسباب اخرى. فانا ازاي انا ابقى صاحي كده وماشي على رجلي واقول للراجل اطمن لي بانزيمات قلب؟ ده حاجه دي عايزه مستشفى. واحد يعني دي ان انا اروح اطمن على قلبي ما اعملش انزيمات قلب. انزيمات القلب دي لما الدكتور يقول لك وبتطلع طوارئ. بالظبط. ما تروحش تدفع كذا وكذا يعني هو انا بقول اهو في البرنامج مفيش حاجه اسمها اطمن على قلبي وانا لوحدي كده من مزاجي بانزيمات قلب. وما ينفع افرضي طلعت عاليه وانت النتيجه هتطلع بعد بكره، ده انت هتموت في ساعتين.